وليد. ان شاء الله. الاوتيل ده برعايه ابويا وامي والله. طلبت اكل، رد عليا الراجل بتاع الروم سيرفيس، قال لي حضرتك انا بجهز فطار ل 900 حد بكره. دي ماما لما تعمل عزومه. طب حضرتك انا عايز اطلب سندوتش، انا اطلبه بفلوسي. بس هو ممكن يتاخر. طب يتاخر دي نص ساعه، حاضر. بعد نص ساعه، ربع ساعه. طب ايه يا فندم انت مش قايل لي نص؟ قال لي لا ما انا عارف والله، اصل انا بحضر فطار. بكام السندوتش؟ ب 400 جنيه. ليه يا فندم؟ يا فندم انا شايفه قدامي في المنيو ب 350. قال لي لا ده من غير الضريبه. قلت له مكتوب شامل الضريبه. قال لي بجد؟ يبقى تمام. طب ممكن تجيب لي الفيزا ادفع بيها لو سمحت؟ والله صعب صعب، اصلا انا بحضر فطار. طب حضرتك تجيب لي باقي 400؟ لا والله معيش 50. لغايه دلوقتي السندوتش باقي لي ساعه، الميه السخنه مش شغاله. جه راجل اسمه ممدوح البلمن، فتح الميه تلت ساعه وشال راس الدش وحطت ايده كده. بتعمل ايه؟ بجمع الميه. قلت له بتجمعها في ايدك ازاي؟ هجيب لك طشت. ايه بجمع الخط. فضلت واقف جنبه كده، قلت له طب هو انا كل ما عاوز اخد دش هقف اجمع الخط؟ والله العظيم. قال لي لا. بعدين دلوقتي نزل، فقلت له حضرتك هتعمل ايه؟ قال لي هعمل حاجه تحت. طب حضرتك الميه جايه ان شاء الله بكره. قلت له ليه بكره يا فندم؟ قال لي هو انت محتاج الميه؟ قلت له بعد اذنك عايز استحمى. قال لي طب قالها لي والله بقفقفه بقرف. هشوف. ده بابا ان شاء الله. بص قول لي ان شاء الله زي ابويا. بضرب الخزنه عشان اشيل فيها محفظتي مش شغاله. جابوا لي راجل بيلمان تاني معاه مفتاح، حط المفتاح في الخزنه، بص لي كده، قال لي بكره. بكره امتى؟ الساعه 10. قلت له هتصحيني 10 يا الساعه 4 الفجر، هتصحيني 10 عشان الخزنه. خليها 12. قال لي حاضر ان شاء الله. كلمت راجل بفضي الشنطه، عايز شماعه بعد اذنك ممكن اقدر اعلق هدومي؟ انا ما جبت الشماعات من بيتنا. قال لي بكره الصبح. طب عايز بورنوس؟ انا متعود في الاوتيل عايز بورنوس مش هسرقه. بكره. طب استاذنك في ليفه استحى؟ بكره ان شاء الله. ان شاء الله بكره. بابا فتح اوتيل وعمل روم سيرفيس فيه. ده ابويا، ده مش الروم سيرفيس بتاع الاوتيل. والتاني لغايه دلوقتي السندوتش ما جاش. انا والله العظيم قاعد مستني على امل في التصوير ان الباب يخبط. إيه يا بيلمان؟ ايه مهنه البيلمان دي؟ قال لي البيلمان هينزل لك شرطك. مين البيلمان ده؟ رجل الجرس؟ ايه ممدوح البيلمان؟ مفيش اي بيلمان تاني والله. ان شاء الله كل حاجه ان شاء الله. سندوتش ان شاء الله، والشماعه ان شاء الله. وقعد تلت ساعه ماسك خرطوم ضارب الميه على ايده. قلت له يا فندم انت عندك ده هيدريشن؟ انت بتعمل ايه؟ بجمع الخط. بيجمعه ذهنيا كده. قلت له يا فندم انا فاتح الميه بقى لي نص ساعه ما جاتش سخنه، عايز استحمى. قال لي هنزل اعمل حاجه وجاي. والراجل بتاع الريسبشن خد البطاقتين وقعد يضرب على الكمبيوتر، بيضرب جامد قوي على الكيبورد كده. بعدين جت واحده قالت له في حد على الباب بره بيقول ان هو تبع محمد خليه يخش. قال لها طنشني وقعد معاها ربع ساعه. وبعدين جت واحده تانية قالت له انا عايزه مفتاح الاوضه بتاعتي. ما اعرفش هي سايبه مفتاح الاوضه ده في الريسبشن ليه. قام مديها لها. بعدين جاله تليفون والله العظيم لاب هو ابنه اتحبس في الاوضه. وبعدين هو يقول يعني هو اتحبس؟ قال طب حاول يفتح الباب. طب اكيد ما حاول. اكيد هو نازل بيكلمك في التليفون بيقول لك ابني محبوس. يعني ايه؟ يعني انت حليت الموضوع حاول يفتح الباب؟ يعني ما جاتش في بالهم الفكره؟ ما الواد كان محبوس. وانا قاعد باصص له كده في الاخر قلت له يا عم انت يعني انت انقذت حياه البشريه وانا ممكن تمشيني؟ والنبي مشيني. وبعدين مصر ان انا من طرف حد. انا مش من طرف حد يا بابا، انا جاي، انا عميل، انا جفت. بقول له فين شنطي؟ قال لي دور على البيلمان. هو البيلمان ده بيبقى خريج ايه؟ نقابة البيلمان في العجوزة بس. انا عضو نقابة البيلمان. والله انا مش بصدري الشغلانة، انا مش فاهمها. انا اول مرة اسمع. انا دخلت اوتيلات كتير وقليل بس ما حدش قال لي بيلمان ده. وانا بخش اوتيلات تانية مثلا قليلة والله كنت كلها 5 ستارز. اول مرة اخد بالي من بيلمان. وبعدين بيلمان ده بيعمل كل حاجه، بيطلع الشرط وبيجمع الميه وبيعمل فطار ل 900 شخص. ليه جايبين شخص يعمل فطار ل 900 شخص؟ ده عمل ايه في حياته؟ الراجل اندر بريشر قوي. ما كانش كلاب ساندوتش عايزه قبل ما انام يا عم.
والله عندي دواء باخده. اه يا بيلمان، اقفلي يا حاجه والنبي، والنبي اقفلي، سيبيني اشوف البيلمان فين.